واش الابطال ماتيلدا واحد البنت ذكيه بزاف وهي عندها 12 عام، قرات بزاف ديال الروايات والقصص وكتقدر تخلق قصص من خلال الخيال ديالها، وعندها القدره انها تحل معادلات معقده في الرياضيات بدون استعمال الاله الحاسبه. الناس كيعتقدوا بانها كتقرا في احسن المدارس في المدينه، ولكن العكس، ماتيلدا عمرها ما مشات للمدرسه. والديها مازال ما بغات تسرط ليهم حيت كانوا باغيين ولد ماشي بنت، داكشي علاش ديما كيقمعوها وكيضحكوا على الموهبه ديالها وكيعاقبوا على اشياء بسيطه. ماتيلدا اكتسبت الذكاء ديالها من خلال القصص اللي كتعطيها جارته وصاحبتها المقربه فيليبس. واخا حياتها كانت كامله مخربقه، ولكن كانت ديما الابتسامه في وجهها. حتى لواحد النهار كتوقع واحد الحاجه زوينه، جوج ديال المدرسين كيزوروا الدار ديال ماتيلدا باش يعرفوا علاش ما بغاش تمشي للمدرسه. من كيسولوا والديها كيقولوا لهم باللي راه كنقريوها في الدار وراه عاجبها الحال. ولكن الاستاذه هوني حسات بشي حاجه ماشي تما. من بعد كتمشي عند ماتيلدا وكتلقاها جالسه في الدروج بوحدها. سولاتها واش باغا تمشي للمدرسه. ماتيلدا بقات ساكته حيت خافت من والديها، ولكن الاستاذه هوني قالت لي انا غنقريك مزيان ما تخافيش. ماتيلدا كتوافق وكتطلع للبيت ديالها. من بعد مين كانت كتقرا الكتب في البيت ديالها دخل عليها باها وقال لها علاش دويتي مع المعلمه وقلتي ليها باللي بغيتي تمشي للمدرسه. قال لها على هذا الشيء غنعاقبك وغنصيفطك للمدرسه ديال طرينشبول. طرينشبول هي واحد المديره خايبه بزاف، كانت بطله سابقه في رمي المطرقه، عندها واحد الطريقه مغيره باش تحافظ على النظام ديال المؤسسه حيت كتعاقب التلاميذ بواحد الطريقه وحشيه. ماتيلدا بدا كيبان عليها الخوف وقررت انها هي تعاقب باها. ملي كان كيتفرج في التلفازه بدات كتسلت الغرفه ديالو، هزات واحد الزيت كيستعملها لشعرو وخلطاتها من واحد الماده اخرى. من بغى يديرها لشعرو كيشوف في المرايه كيلقى شعرو كله ولا خضر. قال هادو غيكونوا غير الفعايل ديال ماتيلدا وطلع البيت كيجري، ولكن دارت فراسها ناعسه. خونا ما فهم والو وهبط لبيتو. الغد اللي في الصباح كتفيق ماتيلدا بكري وكتمشي لمدرستها الجديده. من وصلت لقات بلي الباب مازال مسدود. كتلاقى بالصديقه ديالها فيليبس وكتقول ليها راك جيتي ساعه قبل. ودابا مع ما عندها ما يدار كتقرر تعاود لفيليبس على قصه جديده من المخيله ديالها. سيده فيليبس كيعجبوها القصص ديال ماتيلدا، داكشي علاش وافقت. كتبدا القصه في واحد المكان كان واحد السيد سميتو قايل الاصفاد كيوقع في الحب ديال واحد اللاعبه في السلك. بجوجهم كانوا كيتقنوا خدمتهم وبزاف الناس كانوا معجبين بهم. دغيا تزوجوا وبداو كيديروا عروض بجوج. واخا هكاك كانوا ديما حزينين حيتاش باغيين يتزاد عندهم شي طفل. كانوا ديما كيلهيو راسهم بالخدمه باش ما يبقاوش حزينين. حتى لواحد النهار عيطوا الصحافه وقرروا انهم يديروا واحد العرض خطير بزاف اللي غيتصدر العناوين ديال الصحف في جميع انحاء العالم قدام جمهور كبير. كتعلق لاعبه السلك بواحد الخيط اللي غيبدا يتحرك بشويه بشويه وكتنقص فوق واحد البحيره عامره بالقروش. رجلها غيكون مربوط بالسناسل وخاصو يعتقها قبل ما يتقطع الخيط. فيليبس مبهوره بالقصه كتقول لها كملي. قالت لها ماتيلدا هادشي اللي تخيلته دابا من بعد نكمل لك. من بعد كتمشي للمدرسه كيتحل الباب وكيدخلوا. كتعرف على واحد البنت جديده. مع دخول هذا الباب كاين واحد التمثال كبير للمديره وهي كترمي كره المطرقه. كيدوروا في المدرسه وكيخافوا منها. شويه بداو التلاميذ كيغنيو وكيقولوا بلي الا سحب لكم هذه المدرسه راكم غالطين، هذا راه حبس وما تقدروش تهربوا منه، تقدروا تجريو وتخباو، ولكن المديره الشريره غادي تشدكم وغادي تعاقبكم كاملين. وصلت ماتيلدا اخيرا للقسم ديالها وبالصدفه لقات المدرسه هوني هي اللي غتقريها. على العكس ديال طرينشبول، هوني واحد المراه ظريفه بزاف وكتبغي التلاميذ ديالها. في القسم سبوره كانت عامره بالمعادلات ديال الرياضيات ديال القسم اللي كان قبل منهم، وكان هذا القسم هو الكبير في المؤسسه. كطلب هوني من ماتيلدا تمسح السبوره. واخا هكاك بلاصه ما تمسحها ناضت ماتيلدا جاوبت على كاع ديك المعادلات اللي كانوا. هوني تصدمت من شافت ماتيلدا حلت كاع المعادلات بطريقه صحيحه. يعني كتعرف باللي ماتيلدا ماشي بنت عاديه وكتسولها علاش كدير في الوقت الفراغ ديالها. ماتيلدا كترد عليها وكتقول لها باللي كنقرا الكتب. من سمعوا التلاميذ هذا الشيء حتى هما تصدموا. من بعد من سال الدرس مشات هوني عند طرينشبول وقالت لي على الموهبه ديال ماتيلدا. واخيرا شفنا هاد طرينشبول شكون تكون. هي واحد الامراه عملاقه كتلبس اللبس ديال العسكر، عندها بزاف ديال الجوائز في المكتب ديالها. هوني كتعاود ليها على ماتيلدا، ولكن طرينشبول كاع ما داتها في هضرتها، ما بغاش تعطي حتى شي تلميذ اهتمام خاص وما كتبغيش تقريهم. الحاجه الوحيده اللي كتبغي هي الفلقه وتبدا تعذب فيهم وكتخليهم ديما خايفين. من كتوصل ماتيلدا للدار ديالهم عاودت لوالديها على النهار كيف داز، ولكن والديها كاع ما اهتموا بهضرتها. باها كيبيع
الاختيارات الواعرين من بعد ما كيجمعهم بطريقه غير قانونيه. من هاد الخدمه ربح بزاف ديال الفلوس، داكشي اللي كيخلي ماماها عاجبها الحال. ولكن ماتيلدا كاع ما عاجبها الحال، كتقول ليه بلي هادشي كيتسمى النصب. من باس مع هادشي تعصب، هز لها الكتاب ديالها وقطعو. ماتيلدا تقلقات ولكن قالت والله لا بقات فيه. الغد ليه في الصباح سلتت مره اخرى للغرفه ديالو وكبات الكولا في الطربوش اللي كيلبس باها وعطاتها ليه. خونا لبسها وخرج عادي. ماتيلدا وهي في المدرسه بدات كتكون صداقات مع الزملاء ديالها. شويه كيجي واحد الولد وهو خايف وكيطلب المساعده. كيبان لينا بلي شي واحد كب الماء على كرسي ديال ترينشبول ودابا شك فيه بلي هو اللي دارها. من سمعوا التلاميذ هادشي كلهم خافوا حيت عرفوا المصير ديال الولد هو الصندوق. ولكن ماتيلدا مهدنا بحال ما وقع والو، كتقول ليه تكا وكتطلب من كاع التلاميذ يغطيو بالمعاطف ديالهم باش ما يبانش. بدات ترينشبول كتقلب عليه وقالت ليها بلي ها هو في النعاس، راه شي ساعه هو هنايا وغطينا بالمعاطف ديالنا باش ما تاثرش عليه الشمس. هادشي اللي كيعصب ترينشبول حيت كانت ناويه تعاقبو. ودابا بدات كتقلب على من تبرد الاعصاب ديالها وهي تبان لها واحد البنت دايره كرينات في شعرها. وترينشبول ما كتحملش اللي كيدير الكرينات في شعرو، شدات البنت من شعرها وكتلوحها بحال ملي كترمي الكره ديال المطرقه. من شافوا التلاميذ هادشي خافوا، كتنوض البنت وهي ما وقع ليها والو ورجعت عادي. من بعد المدرسه كتلقى ماتيلدا في فيليبس وكتكمل ليها القصه. من بعد ما عنوا على العرض اللي غيديروا قاموا بالتعيين ديال الاخت ديال القاهر الاصفاد باش تعاونهم في الترويج ديال هذا العرض، حتى هي كانت بطله في رمي المطرقه. من بعد طلعوا بجوج الخشبه ديال المسرح وقالوا لهم بلي هذا العرض ما غيبقاش حيت مراتي حامله. هنا كلشي كيوقف مصدوم وكيبداو يصفقوا ليهم وكلشي فرحان بهم. ولكن الاخت ديالو عندها قرار اخر، قالت لهم غديروا هذا العرض بزز منكم حيت خسرات بزاف ديال الفلوس في الترويج ديال هذا العرض. الا ما بغاوش يديروا العرض غتصل بالبوليس حيت سيناو معاها عقد. داكشي علاش قرروا يديروا العرض. فيليبس جا الفضول تعرف شنو واقع، ولكن كيف المره اللي فاتت ماتيلدا مشات ولكن قالت ليها بلي مازال غنكمل ليك. الغد ليه وقت الغدا كانوا كاع التلاميذ كياكلوا بخير حتى وقفات عليهم ترينشبول على غفله. شي واحد سرق ليها الحلوه ديالها وكلاها. كتقول لهم هذا اللي شفرا يعترف. شويه واحد الدري صغير واكل رزقه تبارك الله تقرع. من وصلت الريحه للنيف ديال ترينشبول عرفته هو مولف على وكتفكر كيفاش تعاقبو. قالت للطباخه صاوب ليها واحد الحلوه كبيره ديال الشوكولات. العقوبه ديالو هو خاصو ياكلها كامله وبوحدو، الا ما كملهاش غتعطيه عقوبه اخرى. بداو صحابو كيشجعوه فيه حتى كملها كامله. هنا المديره تعصبات ولكن ما بغاش تسلم، كتلقى عذر اخر وكديه. ماتيلدا بدات كتطلب في المديره باش تسمح ليه ولكن هي ما بغاتش. من بعد المدرسه ماتيلدا كتمشي عند فيليب وكتكمل لها القصه. بدا قاي الاصفاد كيحاول يحيد السناسل، ما قدرش في الاول حيت كان متوتر ولكن من بعد قدر يحلهم ويعتقها في الوقت المناسب. ولكن وقعت واحد الحادثه اللي خلات لاعبه الاكروبات تطيح في الارض، داكشي اللي ادى بزاف ديال الكسور في الجسم ديالها. قدرت تبقى على قيد الحياه ولكن من ولدات توفات. قاي الاصفاد دمر وبقى حزين على موت ديال الزوجه ديالو ولكن وعدها انه غيعيش بنته معيشه زوينه. واخا هكاك كملت القضيه من وسختو تبقى مقابله ليه بنته حيت هو كان ديما مشغول. واحد النهار ملي مشى للخدمه بدات كتعذب ليه في بنته الصغيره وكتخليها تشقى في الدار. ولكن واحد النهار جا باباها بكري ولقاها ساده عليها. هنا تعصب ومشى باش يعاقب اختو على هادشي اللي دارت لبنته. من داك النهار اللي خرج فيه ما عاود رجع للدار. ماتيلدا في الدار قدرت تحرك سلة المهملات غير بعقلها، هادشي اللي كيبين ان عندها قوه خارقه. الغد ليه في المدرسه بدات هوني كتقريهم كيف العاده حتى جات عندهم ترينشبول بواحد اللبسه في شكل وقالت لهم باللي حصص التربيه البدنيه غيبداو اليوم. من سمعوا التلاميذ التربيه البدنيه عرفوا شنو تابعهم العذاب الشديد. كديهم للجرده وكتوريهم كيفاش ولات بطاله. من بعد داتهم لواحد المكان بحال ديال العسكر فيه السلوكه واسوار طوال وحتى الغام وكتقول لهم خاصكم تدوروا على هذا الشيء كامل. ماتيلدا تعصبت منها وقالت لصاحبتها تلوح واحد السحليه في الكاس ديال المديره. من شاف ترينشبول هذا الشيء كتحاول تعاقب كاع التلاميذ ولكن ماتيلدا وقفت قدامها وقالت ليها بلي انت وحش ماشي بنادم وكتهز الكاس بالقوه ديالها وكتضربها غير الراس. كتدخل السحليه للجسم ديالها وكتبدا تفيبري غير بوحدها. من بعد مشات كتجري للمكتب ديالها. من بعد ملي مشاو كاع التلاميذ كتعيط ماتيلدا الانسه هوني وكتوريها القوه ديالها. هنا المعلمه كتفاجئ وكتقول ليها بلي هادشي يبقى سر بيناتنا. من بعد رجعت هوني وماتيلدا للمنزل وهما كيعاودوا على الهوايات والاهتمامات ديالهم. بداو كيقربوا من بعضياتهم والانسه هوني عرضت على ماتيلدا المنزل ديالها.
ديالها عباره عن واحد الكوخ صغير وسط الغابه. كتسول الانسه هوني على الوالدين ديالها وكتقول لها بلي انا ما عنديش الوالدين. ماماها ماتت من ولداتها وباها من نهار خرج معها ورجع، وبعد سنوات بقات تحت الرعايه ديال العمه ديالها اللي كانت قاسيه عليها وخلاتها في هذا الكوخ الصغير لا حنين لا رحيم. من كتسمع ماتيلدا هادشي كيطيح في بالها ديك القصه اللي تخيلتها مؤخرا، وهنا كيبان لينا بلي القصه اللي كان في الخيال ديال ماتيلدا هي القصه ديال هوني، والانسه هوني هي في الواقع بنت قاهي الاصفاد. وهنا ماتيلدا تعصبت بزاف على ترينشبول، قررت انها تنتقم منها وترجع لمنزل الانسه هوني. ولكن من كتوصل للدار كتلقى بلي والديها كيجمعوا الحوايج، واكتشفات بلي واحد المافيا تابعه والديها حيت باع لهم شي سيارات مغشوشين، ودابا غتسافر العائله كامله لاسبانيا. ماتيلدا بقى فيها الحال وبدات كتبكي من سمعت هاد الشيء حيت ما بغاش تمشي، ولكن ما عندهاش شي خيار اخر. لغت ليه قررت تمشي للمدرسه للمره الاخيره. ترينشبول دارت واحد الامتحان واستدعات جميع التلاميذ وقالت لهم اللي دار فيكم شي خطا املائي غنعاقبو وغنخشي داخل الصندوق. وراتهم واحد من ديك الصندوق كي داير، الصندوق عامر بالشوك، داكشي اللي خلاهم يخافوا بزاف. كتبدا المنافسه. في البدايه كاع التلاميذ كيجاوبوا صحيح حيت هوني قراتهم مزيان. المديره ترينشبول قالت واحد الكلمه اللي طويله بزاف، سولات الدري الاول ما عرفش يجاوب، من بعد كدير الصندوق. ولكن من بعد كاع التلاميذ بداو كيجاوبوا خطأ بالعاني حيت كيظنوا انها ما تقدرش تعاقبهم كاملين. ولكن المديره ترينشبول عندها بزاف ديال الصناديق، داكشي اللي خلاهم يخافوا، يعني دابا كاع التلاميذ غيتعاقبوا. هنا ماتيلدا كتقرر انها تدخل. في الاول كتستخدم القوه ديالها وكتكتب في السبوره وكتحضر المديره وكتقول ليها سيري من هاد المدرسه وردي المنزل لهوني ولا ما غيعجبك حال. شويه كتحكم في بزاف ديال السلاسل وكتردم كيف بنادم، وكتبدا تربط في الشعر ديال ترينشبول على شكل ضفيرات وكتلوحها كيف لحد ديك البنت. من كتمشي للسطح كيطيحوا لها المفاتيح ديال المنزل وكتمشي هوني باش تاخذهم، وكتفرح حيت اخيرا قدرت ترجع للدار ديال والديها. من بعد كيجمعوا كاع التلاميذ وكيشكروا ماتيلدا حيت جرات على المديره. ولكن الفرحه ما طولاتش، والدين ديال ماتيلدا جاو بالسياره للمدرسه ديالها باش يديوها معاهم. بقات ليهم غير ساعه باش يوصلوا للمطار ويمشيو لاسبانيا. ماتيلدا كتوافق حيت ما عندها ما دير وكتمشي لعندهم، ولكن الانسه هوني كتقول لوالديها خليوها معايا انا رد ليها البال. والديها تفاجئوا ولكن من بعد صافي وافقوا، قالوا غنتهناو منها بعدا. من بعد ماتيلدا كتودع والديها وكتحيد القبعه اللي باقا لاصقه في الراس ديال باها. هنا كيسالي الفيلم من كتوصل ماتيلدا والانسه هوني للمنزل ديالها، وهو المنزل اللي عاش فيه والديها. وهنا كيسالي الفيلم ديال اليوم.